كانفا أداة قوية جدا، واللي يقول لك غير كده يبقى ما بيعرفش حاجة. يا صديقي، انت تقدر تعمل اي تصميم ايا كان هو على كانفا وبشكل احترافي جدا، وهثبت لك ده في فيديو النهارده، وهعرفك ازاي تعمل التصميم ده على كانفا خطوه بخطوه. وحابب اقول لك ده جزء بسيط جدا من اللي انت ممكن تتعلمه في كورس التصميم على كانفا. كانفا فيها ادوات قويه جدا واسرار كتير، بس في المحتوى العربي مفيش الماده التعليميه اللي تخليك تطلع نتائج احترافيه من كانفا. عشان كده انا عملت لك كورس التصميم المتكامل على كانفا، ومن خلال الكورس ده هتقدر تطلع نتائج احترافيه جدا من كانفا، وهتكون قادر انك تشتغل بالمهاره دي وتنافس بقوه في سوق العمل. والكورس ده طبعا هتلاقيه موجود على منصه الكورسات الخاصه بيا، وطبعا رابط المنصه هتلاقيه في الوصف. وقبل ما نكمل الفيديو بتاعنا ونبدا الورشه بتاعتنا، عاوزك تعمل لايك وشير للفيديو ده عشان الفيديو ده هتستفاد منه جامد جدا. وصلي على النبي وتعالى. الفيديو ده مهم جدا ليكم يا شباب عشان تبدأ في المجال. خلينا متفقين يا شباب ان كانفا أداة قوية جدا جدا جدا، وتقدر تعمل بها اي تصميم يجي في خيالك، وهعرفك ازاي. يعني مثلا احنا عملنا التصميم ده على كانفا بكل تفاصيله، وده اللي هنعرفه في فيديو النهاردة. في فيديو النهاردة انا عامل لك ورشة مجانية. الورشة دي جزء بسيط جدا من كورس التصميم على كانفا. طبعا كورس التصميم على كانفا هو كورس مدفوع وموجود على منصة الكورسات الخاصة بينا طبعا، ورابط المنصة هتلاقيه في الوصف. وعاملين خصومات على الكورس لمدة 3 أيام بشكل كبير جدا، وهتلاقي رابط كمان في الوصف بيعرفك ازاي تشتري الكورسات من خلال المنصة، وازاي تنضم كمان لجروب التليجرام اللي هتتابع من خلاله التطبيق العملي. وهتيجي تسألني وتقول لي هنتعلم ايه في كورس التصميم على كانفا. هقول لك هتتعلم 3 مجالات. اول حاجه تصميمات السوشيال ميديا، وده اللي هنتكلم عليه في فيديو النهارده، وهنعرف ازاي نصمم تصميم سوشيال ميديا بشكل احترافي جدا جدا جدا، ومش هتتخيل ان التصميم ده معمول على كانفا. والورشه بتاعت النهارده انا عاملها لك مجانيه عشان تاخد فكره عن كانفا، وان كانفا اداه قويه جدا جدا جدا. تاني حاجة هنتعلمها في الكورس اللي هي تصميم المطبوعات، وطبعا كل حاجة احنا بنتعلمها بشكل صحيح وبقواعد تصميمية صحيحة، مش مجرد احنا بنعمل تصميم شكله حلو وخلاص. لا، انا بعلمك ازاي تكون جرافيك ديزاينر، وكمان تشتغل بالمهارة اللي انت بتتعلمها، وهعرفك ازاي تسوق لنفسك كجرافيك ديزاينر. تالت حاجة بنتعلمها في الكورس اللي هي فيديوهات الموشن جرافيك. هعرفك ازاي تعمل فيديو موشن جرافيك احترافي على كانفا. هتقولي طب انا بدخل كورسات كتير والشغف بيقل عندي وما بعرفش اتعلم، ويعني بسمع محاضرتين وبمل. هقولك الكورس بتاعنا مختلف، ونظامه مختلف عن اي كورس موجود في السوق. هتقولي ازاي؟ اول حاجة هتلاقي المحاضرات مسجلة على المنصة، هتسمع كل محاضرة، وكل محاضرة بيكون عليها مجموعة من التاسكات والمشاريع. حضرتك بتنفذ التاسكات والمشاريع من خلال جروب التليجرام اللي موجود على التليجرام. طبعا الجروب ده خاص بالمشتركين في الكورس فقط لا غير. بتنفذ التاسكات اللي مطلوبة منك على كل محاضرة، وانا براجعها معاك على جروب التليجرام عشان نصححها مع بعض ونشوف الغلطات فين، وكمان نطور من مستوى المتدربين في الكورس. عشان التصميمات اللي انت بتعملها دي انت بتحطها في البورتفوليو بتاعك عشان تبني بها بورتفوليو قوي جدا، فلازم تكون ما فيهاش ولا غلطة. وعندنا كمان مسابقات أسبوعية، كل أسبوع بيكون عندنا مسابقة، والمسابقة ديت بتكون عبارة عن مسابقة مدفوعة الأجر. المسابقة بتكون كالآتي: أنا ببعت كل أسبوع تصميم معين عشان تصممه، غير التاسكات الخاصة بالمحاضرات. دي حاجة ودي حاجة. ده بيكون تاسك خاص بالمسابقة، مثلا بيكون عبارة عن كامبين سوشيال ميديا، تصميم مطبوعات لحاجة معينة، وهكذا على حسب التاسك. طبعا كل المتدربين بينفذوا التاسك بنفس التفاصيل اللي انا بعتها لهم. بعد كده بينشروا التاسك بتاعهم على جروب الفيس الخاص بينا، واكتر بوست جايب تفاعل بيكون هو الفايز في المسابقة. وبكده هيكون عندك شغف وهدف انك تتطور كل اسبوع. عشان كده بقول لك الكورس بتاعنا مختلف عن اي نظام كورس تاني. فالكورس بتاعنا بيقول لك هتتعلم، يعني هتتعلم. بالاضافة كمان ان انا بديك حساب كانفا برو مفعل لمدة 3 سنوات هدية على الكورس، عشان تقدر تشتغل على كانفا بشكل احترافي. يعني مش سايب لك اي حاجة تقف قدامك. فالكورس هيدخلك في سوق العمل بقوة. عشان تشترك في الكورس في طريقتين:
انك تدخل على المنصة وتشتري الكورس من خلال المنصة، وهتلاقي فيديو برضو في الوصف بيعرفك ازاي تشتري الكورسات من خلال المنصة. والطريقة التانية اللي انت ممكن تشتري الكورس من خلاله مباشرة عن طريق الواتساب، وهتلاقي رقم الواتساب في الوصف. تعالوا بقى نبدأ في التصميم ونعرف ازاي هنعمل التصميم ده على كانفا. تعالوا مع بعض واحدة واحدة. هنستخدم بعض ادوات الذكاء الاصطناعي مع كانفا عشان نستخرج منها الماتيريال اللي احنا هنستخدمها في التصميم بتاعنا. دلوقتي التصميم اللي احنا هنعمله هو تصميم سوشيال ميديا لشركة وي. دي شركة اتصالات. هو عاوز يوصل لك في التصميم ده ان وي معاك في كل مكان، والشبكة بتاعتها قوية حتى لو انت في الصحراء. فالمشهد العام اللي احنا عاوزين نكونه عشان يوصل الهدف ده للمشاهد ان يكون شخص راكب جمل ومعاه اللابتوب بتاعه وشغال على اللابتوب وهو على الجمل في الصحراء. وطبعا المشهد العام هياخد نفس الهوية البصرية بتاعة شركة وي اللي هو اللون البنفسجي. فأول خطوة هنعملها هنجمع المشهد العام بتاعنا وهنجمع الماتيريال. فأنا دلوقتي عاوز أكون مشهد عام شخص راكب جمل في صحراء. عشان نجمع المشهد العام ده هنستخدم بعض أدوات الذكاء الاصطناعي، وطبعا أدوات الذكاء الاصطناعي لا غنى عنها في مجال الجرافيك، فلازم تستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي. هتوفر عليك وقت ومجهود، وكمان النتيجة بتاعتك هتكون أفضل بكتير. فدلوقتي أنا عاوز أولد المشهد ده، فبكل بساطة هروح أكتب المشهد زي ما أنا عاوز: شاب من أصل جنوب آسيوي يركب جملا في منظر طبيعي واقعي صحراوي. وهوصف له المشهد بالتفصيل زي ما احنا شايفين بالشكل ده كده. كل اللي يجي في بالك اوصفه بالتفصيل، مع الإضاءة، مع الجو العام، الصورة بالليل ولا النهار، الشخص لابس ايه، ولون التيشيرت بتاعه ايه، والجمل لونه ايه، والاتجاه بتاعه عامل ازاي، وهكذا. كل حاجة اكتبها له بالتفصيل. بعد كده هترجمها هنا كده باللغة الإنجليزية، وبعدين هتاخدها كوبي بالشكل ده كده. طبعا بفضل اكتب البرونت بايدي بحيث هيديني تفاصيل اكتر وانا اقدر اتحكم في التفاصيل. بعد كده هروح على موقع اسمه ويسك. طبعا الموقع ده مجاني بس بيشتغل بVPN، فلازم تشغل اي VPN عندك عشان تشغل الموقع. وعلى فكرة انت ممكن تستخدم اي موقع تاني بيولد صور بالذكاء الاصطناعي، في مواقع كتير جدا، بس كل واحد بيستخدم الاداة المناسبة بالنسبة له او اللي بيستريح لها. طبعا رابط الاداة ديت هتلاقيها في الوصف. كل حاجة هنستخدمها هتلاقيها في الوصف. هنضغط على فتح الاداة. طبعا انا كنت مجربه وطلع لي النتيجة دي زي ما احنا شايفين بالشكل ده. تعالى نعمل مع بعض النتيجة كمان. هروح على المربع ده كده ونضغط بالشكل ده كده ونضيف الوصف بتاعنا، وبعدين هنعمل بيست للوصف بتاعنا في المربع ده. اول حاجة بتختار الريشيو بتاعتك او مقاس الصورة، فانا هختارها المقاس العرضي اللي هو 16:9، وبعدين اضغط على السهم، وطبعا استنى النتيجة. طبعا النتيجة اللي هو مطلعاني هنا بيرفكت جدا وحلوة جدا، وممكن نستخدم اي نتيجة منها، بس بعرفك النتيجة اللي هو بيطلعها بتكون عاملة ازاي. زي ما احنا شايفين هنا كده برضو النتائج اللي هو مطلعها جميلة جدا جدا جدا، جميل جدا. يعني مثلا النتيجة ديت حلوة جدا، والنتيجة برضو ديت حلوة جدا جدا، ممكن استخدمها. اللي هي ديت اضغط على السهم ده وانزلها. ممكن اضغط على السهم ده تاني عشان يديني نتائج كمان بالشكل ده. مثلا انا ممكن عاوز برضو صورة ليلية عشان برضو يبقى معايا صورة بالنهار وصورة بالليل، واقدر اتحكم فيهم زي ما انا عاوز. الصورة دي جميلة جدا جدا جدا، فانا ممكن انزل الصورة دي برضو، تفاصيلها احلى بكتير. انا عاوز طبعا هنا الصورة تكون ليلية، فانا هروح على الوصف بتاع الصورة تاني واضيف هنا جملة. بدل عند الغسق هكتب له مثلا في الليل مع إضاءة ليلية دافئة. وبعدين هاخد البرونت ده كوبي، وبعدين هروح على وصف تاني، واروح هنا على الوصف استبدل الوصف ده بالوصف بتاعي، وبعدين اضغط على السهم ده. طبعا انا بجرب لغاية ما يطلع النتيجة اللي انا محتاجها بالظبط زي ما احنا شايفين بالشكل ده كده. جميل جدا جدا جدا. يعني مثلا ممكن اخد الصورة ديت او ممكن اخد الصورة دي برضو. يعني هنا الصورتين حلوين جدا. هنا اداني اضاءة ليلية ومناسبة جدا جدا، هنا الاضاءات احلى بكتير. فممكن اضغط على السهم تاني عشان يجيب لي نتائج اكتر. زي ما انت شايف هنا كده لما ضغطت تاني اداني نتائج احلى بكتير. اللي هو هنا السرج حتى يعني مديني تفاصيل فيه غير هنا ما هو في سادة، لا هنا في نقوش كده مديه تفاصيل حلوة في الصورة. التفاصيل الصغيرة دي بتفرق جدا يا شباب في شكل التصميم بتاعك في النهاية. هنا طلع لي نتيجة برضو كويسة الى حد ما. التفاصيل هنا حلوة جدا يا شباب برضو، يعني التفاصيل هنا جميلة جدا.
يعني مناسبة للمشهد العام بتاعي، فممكن استخدم الصورة دي. فبكل بساطة هضغط على السهم كده وانزل الصورة ديت. تمام، هروح دلوقتي على كانفا، هنضغط على علامة الزائد هنا كده اللي هي انشاء، وبعد كده نختار مقاس التصميم بتاعنا. مقاس التصميم بتاعنا اللي هو المقاس العرضي، فانا لو رحت لليوتيوب هتلاقي المقاس العرضي فيه اللي هو مقاس صورة يوتيوب مصغرة اللي هو المقاس العرضي، يعني هيديني نفس المقاس العرضي. او تكتب المقاس بايدك يعني اللي هو 16 في 9 1060 في 900. تمام جدا كده فتح لي الواجهة العمل. زي ما احنا شايفين هي واجهة عمل كانفا بسيطة جدا جدا جدا. هنتعلم حاجات كتير جدا في كانفا في الورشة اللي احنا عاملينها النهاردة يا شباب، فركزوا معايا. نزل الماتيريال من الوصف وابدأ اشتغل معايا، هتلاقي الموضوع سهل وبسيط جدا جدا جدا. اول حاجة هروح على التحميلات وبعدين اعمل تحميل للملفات. من هنا كده هضغط على تحميل الملفات واضيف بعض الصور اللي انا منزلها بالشكل ده كده واضيفها عندي. احتاج اللي احتاجه منها واللي مش هحتاجه مش هيخسر معايا في حاجه، بس يكون عندي كذا اوبشن. ده حاجه هتديني ميزه قويه جدا 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 في التصميم بتاعي. فخلينا مثلا ناخد الصوره دي مثلا كده او الصوره دي. فخلينا نختار الصوره دي يا شباب ونشتغل عليها اللي هو الصوره الليليه. فهختار الصوره دي واشتغل عليها، ابدا اشتغل عليها بالشكل ده كده. طبعا اكبرها واخليها على قد التصميم بتاعي بالظبط. دلوقتي انا عاوز مساحة هنا اكتب فيها، يعني انا مش عاوز المساحة دي صغيرة جدا، يعني انا عاوز مساحة كبيرة ناحية اليمين عشان اقدر اكتب عليها، عشان وش الجمل جاي عليها. فانا دلوقتي هاخد الصورة بتاعتي هنا كده على الشمال شوية واخليها لفوق شوية بالشكل ده كده، وبعدين هروح اكمل الصورة بتاعتي. هروح على التعديل واضغط عليها، وبعدين هروح هنا كده على أداة الماجيك ستوديو واختار أداة التوسيع السحري. بعد كده اختار الصفحة بأكملها عشان يكمل لي بقية الصفحة واضغط على توسيع. زي ما احنا شايفين كمل لي الصورة بتاعتي بشكل احترافي جدا، هيديك نتائج مختلفة. طبعا أنا عاوز النتيجة دي، هضغط على تم بالشكل ده كده وهو كده كمل لي الصورة بتاعتي، وده اللي أنا محتاجه. جميل جدا جدا جدا. تعالى بقى نكمل باقي التفاصيل. دلوقتي اول حاجة المفروض اعملها اللي انا اعمل نسخة تانية من الصورة بتاعتي. دلوقتي انا عاوز الشخصية اللي راكبة الجمل تكون في طبقة لوحدها وصورة الخلفية في طبقة لوحدها. بعد كده هعمل نسخة تانية من الصورة دي، هضغط على تكرار من تحت هنا كده واعمل الصورة بتاعتي بالشكل ده كده، او اكرر الصورة بتاعتي بالشكل ده. بعد كده هضغط على مزيل الخلفيات. زي ما انت شايف عزل لي الجمل والشخصية في صورة لوحدهم. دلوقتي بقى انا عاوز ادي الصورة بتاعتي الطابع العام او اللوك العام بتاع شركة وي اللي هو اللون البنفسجي. فهعمل جريدينت كولر ورا في الخلفية. هروح على العناصر وبعدين هروح على الاشكال واختار شكل المربع مثلا اللي هو الشكل ده، وبعدين اكبره واخليه بالشكل ده كده، وبعدين اخليه في منطقة السماء ونازل لتحت مفيش اي مشكلة مثلا، وليكن هنا بالشكل ده. بعد كده هضغط على اللون عشان ادخل على الالوان واختار التدريج اللوني. مثلا اختار التدريج اللوني، اي تدريج لوني مفيش اي مشكلة، كده كده هنغير فيه. فهنختار التدريج اللوني ده، وبعد كده هضغط على عجلة الالوان هنا عشان ابدأ اعدل في التدريج اللوني. انا عاوز التدريج اللوني بتاعي يكون من فوق لتحت، فهضغط على التدريج اللوني اللي هو ده اللي هو النمط. هختار طبعا اللي هو النمط التاني اللي هو التدريج اللوني يكون من فوق لتحت. جميل جدا. طيب بعد كده هختار اللون بتاع البنفسجي، هختار اللون اللي فوق، اختار بنفسجي غامق مثلا وليكن بالشكل ده كده. ده من ضمن الالوان بتاعه شركة وي. تمام، او ممكن تاخده هنا بالباك كولر، تختار لون، هتضغط على القلم وبعد تختار اللون البنفسجي بالشكل ده كده. جميل جدا. بعد كده هتروح تختار اللون البرتقاني برضو، هتخليه لون بنفسجي برضو بس هتخليه فاتح شوية مثلا وليكن بالشكل ده. وركز معايا في الحتة دي بقى، هنا هتقلل الاوباسيتي هنا كده عشان تديك تدريج لوني. هتقلل الاوباسيتي هنا للون اللي تحت عشان تديك تدريج لوني زي ما احنا شايفين بالشكل ده. جميل جدا. تعالى بقى دلوقتي انا عملت التدريج لوني في الخلفية عشان تديني اللوك العام للصورة اللي هو اللون البنفسجي. بعد كده هروح على الوضع واروح على الطبقات الخاصة بالتصميم هنا بالشكل ده كده، وانزل طبقة الجريدينت كولر لتحت الجمل بالشكل ده كده عشان تكون في الخلفية فقط لا غير زي ما احنا شايفين كده يا شباب.
ممكن انزل التدريج اللوني ده لتحت شوية عشان يديني طابع عام على الصورة كلها زي ما احنا شايفين بالشكل ده. دلوقتي احنا محتاجين نضيف الراوتر، عاوزين نضيف راوتر وهنا كده ونسنده على العمود اللي ورا ده. هروح على التحميلات، طبعا انا كنت محمل شكل الراوتر اللي هو ده، فانا كنت محمله، فانا هاخده هنا كده واحطه مثلا هنا كده واسنده على اسنده على الحديده ديت او العمود ده، واستغلت ان في عمود هنا وسندت الراوتر عليه. جميل جدا جدا جدا. دلوقتي انا محتاج اظبط الراوتر ده واخليه بشكل واقعي في التصميم بتاعي، وعشان اخلي اي حاجه بشكل واقعي في التصميم بتاعي فلازم اعمل لها شادو. فدلوقتي هضغط على طبقه الراوتر وبعدين هضغط على التعديل وبعدين هضغط هنا كده من التأثيرات على الظلال. بعد كده اختار ظل، طبعا هختار ظل مناسب. انا ممكن اختار الظل ده واعدل فيه التمويه واخلي التمويه على اعلى حاجة بحيث يخلي الظل ناعم، وبعد كده الاتجاه اعدل في الاتجاه بتاعه بحيث يديني اتجاه مناسب مثلا وليكن بالشكل ده، والكثافة مثلا بتاعة الظل مثلا اخليها بالشكل ده كده. بعد كده هكبر الراوتر شوية هنا كده بالشكل ده، وبعدين انا هبدأ اعدل بقى في الظل بتاعي الى حد ما. يعني انا دلوقتي كونت البيزك بتاع الظل او المبدأ العام بتاع الظل، تمام. فدلوقتي انا هروح على العناصر تاني واكتب هنا ظل، هيجيب لي ظلال زي ما احنا شايفين. هضغط على عرض الكل وبعدين اختار ظل مناسب، وليكن مثلا الظل اللي هو هيكون بالشكل ده كده. هاخده واعمل له دوران واخليه موازي للراوتر بتاعي وانزله هنا كده بالشكل ده. طبعا هكرر الظل ده كذا مرة، هعمله تكرار بالشكل ده كده هنا بالشكل ده. جميل جدا. دلوقتي محتاج ارجع الطبقات ديت ورا العنصر الاساسي بتاعي، فهروح على الوضع وبعدين اطلع العنصر الاساسي بتاعي اللي هو الراوتر فوق خالص فوق الشادو بالشكل ده كده، وبعدين اعدل في الشادو. تمام جدا جدا جدا. طيب دلوقتي محتاج اعدل في الوان الراوتر، فانا هروح على الراوتر واضغط عليه بالشكل ده كده، وبعدين هروح على التعديل وبعدين هروح على الضبط. بعد ما ضغطت على تعديل هضغط على الضبط بحيث يدخلني على الالوان. فهنا هتحكم في درجة حرارة اللون واخليها كولد شوية او باردة شوية عشان يعني اللون البنفسجي، تمام. هو لون بارد اصلا كده. هنا ممكن اخليه مايل للبنفسجي برضو او ممكن اقلله شوية، تمام. وبعد كده ازود الهايلايت. التباين ممكن ازوده شوية برضو، والتميز ممكن ازوده شوية عشان يديني اضاءات اكتر زي ما انتم شايفين هنا كده. لو قلت التميز الاضاءات بتقل، لو زودتها الاضاءات بتزيد. بعد كده الظلال ممكن ازودها حاجة بسيطة. بعد كده نسب تعادل اللون الابيض ممكن ازودها شوية عشان الاضاءة اللي فوق هنا تظهر معايا. بعد كده بنسب تعادل اللون الاسود برضو ممكن ازودها شوية عشان لون الراوتر يكون بريميوم شوية. بعد كده الحيوية ممكن ازودها شوية تدينا حيوية في الالوان. تشبع اللون ممكن ازوده شوية، هزوده شويتين كمان مش شوية عشان تديني اللون البنفسجي. بعد كده انت ممكن تغير في اللون البنفسجي هنا كده اللي هو موجود في الراوتر، فانا هعدل فيه في حاجة بسيطة جدا مش قوي، تمام، بالشكل ده كده، وهسيب كل حاجة زي ما هي. جميل جدا جدا جدا. دلوقتي انا عاوز اضيف بعض الباترن في التصميم بتاعي وبعض الاضاءات. طيب هضيف صفحة فاضية كده بالشكل ده كده، دي هتكون الميد بورد بتاعتي اللي هو هضيف فيها العناصر اللي انا محتاجها. بعد كده عشان ما ازحمش التصميم عندي، عشان تعرف تشوف بعينك ايه اللي في التصميم وايه اللي محتاجه التصميم. فدلوقتي انا هروح على العناصر، اكتب هنا مثلا، هكتب مثلا خطوط باللون البنفسجي. هجيب له خطوط باللون البنفسجي زي ما انت شايف بالشكل ده كده. هنضغط على عرض الكل وهنلاقي خطوط عندنا زي ما احنا شايفين بالشكل ده.
مثلا ممكن اختار حاجة زي كده اللي هو اللون البنفسجي ده. تمام، خلينا نختاره كده ونضيفه هنا للتصميم بتاعنا. هسحبه من تحت، طبعا هو انضاف في الصفحة اللي تحت، فانا هسحبه واحطه في الصفحة اللي فوق بالشكل ده كده عشان يظهر معايا في الصفحة اللي فوق. وبعدين اعمل دوران للشكل بتاعي بالشكل ده كده، واخليه في الجزئية اللي تحت. يعني مثلا اكبره كده واخليه بس في الجزئية اللي تحت عندي بالشكل ده كده. دلوقتي انا خليته في الجزئية اللي تحت، فانا عاوزه مش بالشكل ده، انا عاوزه كده يعني ايه، ناعم، انعم من كده بشوية. فانا عاوز اعمل ايه؟ فهروح على التعديل، وبعدين هروح على تمويه، وبعدين هروح على الصورة باكملها، وازود التمويه شوية او الضبابية شوية عشان اعمل الشكل بتاعي زي ما احنا شايفين بالشكل ده كده. بعد كده هضغط على الاكس دي واطلع للتصميم بتاعي زي ما احنا شايفين، اعملها لي ناعمة والاضاءة بقت ناعمة زي ما احنا شايفين مع بعض كده، وده اللي انا محتاجه. جميل جدا جدا جدا. ادور برضو على اشكال تانية ممكن اختارها زي ما احنا شايفين مع بعض بالشكل ده كده. ممكن اختار الشكل ده مثلا اللي هو الباترن ده، ممكن اضيفه هنا في الكورنر ده او في الزاوية ديت. تمام، كده هروح على الوضع وارجع الشكل الباترن ده ورا الجمل. تمام، عشان تداري تفاصيله هنا ورا الجمل. محتاج برضو ارجع الراوتر ده والشادو بتاعه كله تحت اللون البنفسجي، فانا هرجعه هنا كده تحت اللون البنفسجي عشان كله يكون مدموج تحت عنصر واحد. جميل جدا جدا. طيب دلوقتي انا محتاج اعمل ايه؟ باترن اللي انا ضفته ده. تمام، اروح على الوضع واروح على الطبقات تاني، وبعدين هروح على الباترن اللي انا ضفته ده واعمل فيه ايه؟ اعمل له برضو تعديل، وبعدين هروح على التمويه واخليه ناعم شوية. هروح على التمويه والصورة باكملها وازود التمويه زي ما احنا شايفين بالشكل ده كده. بعد كده اطلع للتصميم بتاعي، هتلاقي عمل لي تمويه للباترن هنا كده وتفاصيله بقت انعم بكتير. دلوقتي محتاجين نضيف ايه بقى؟ محتاجين نضيف مثلا زي لاين كده او خط يوصل من الراوتر لللابتوب. بكل بساطة هختار لاين من اللي موجودين دول، برضو لاين مضيء او خط مضيء بالشكل ده كده، واطوله من هنا واخليه واصل لللابتوب. هعمله دوران بالشكل ده كده. بعد كده انا عاوز اعمل رسالة كده كأنها طالعة من اللابتوب ومكتوب فيها داي تاسك، ومحطوط في ريحها علامة صح، اللي هو اكن انا عملت التاسكات بتاعتي وانا موجود في اي مكان. فدلوقتي هروح على العناصر واكتب في البحث هنا مثلا فريم مضيء باللون البنفسجي، فاضغط على تصاميم الجرافيك هنا واضغط على عرض الكل عشان يديني نتائج زي ما انا شايف بالشكل ده كده. مثلا ممكن اختار النتيجة ديت واخدها هنا بالشكل ده كده واحطها هنا كده. طبعا انا هرجعها ورا اللابتوب بتاعي واعمل لها الاول من هنا من التعديل، اضغط على التعديل واعمل لها تمويه عشان تكون ناعمة شوية برضو بالشكل ده كده عشان تديني برضو افكت الجلاسي. تمام، اللي هو الشكل الزجاجي بالشكل ده كده. وبعدين هرجعها ورا العنصر الاساسي بتاعنا. هروح على الوضع. تمام، وبعد كده هنزل لتحت خالص. تمام، ورا الجمل بالشكل ده كده واسيبها زي ما احنا شايفين عشان تبان اكنها طالعة من اللابتوب. بعد كده يا شباب هكتب هنا في المربع ده داي تاسك. بعد كده هروح على أداة النص وبعدين أضغط على إضافة عنوان واكتب هنا داي تاسكز. طبعا هشد الفريم ده كده عشان يكونوا في سطر واحد واصغرها بالشكل ده كده، واضغط على الكلمة مرتين واحددها، وبعدين هضغط على لون النص من فوق واختار اللون الأبيض، أو مش اللي هو الأبيض الصريح، ممكن أختار الأبيض مثلا المايل او اللي فيه درجة البنفسجي. يعني مثلا لو رحت على اللون البنفسجي هنا كده اختار اللي هي الدرجة اللي هي دي. تمام، بحيث يكون مايل للبنفسجي شوية او واخد يعني منه بمعنى اصح عشان الالوان كلها تكون متماشية مع بعضها. وبعد كده احط هنا الكلمة بالشكل ده كده. فاروح على العناصر هنا كده واكتب هنا صح بالشكل ده كده عشان يجيب لي ايقونات يعني زي علامة الصح بالشكل ده كده. وبعدين اضغط على عرض الكل واختار ايقونة مثلا، وليكن الايقونة اللي هي بالشكل ده او الشكل ده. خلينا نمسح ده ونختار مثلا الشكل ده. خلينا نختار الشكل ده ونصغره
وبعدين طبعا اختار اللون، نفس اللون اللي هو ده او اللون ده مثلا، واخلي اللون علامة الصح اللي هو اللون التاني ده اخليه بنفس اللون البنفسجي، مثلا اللون ده، مثلا اللون ده كويس. وبعدين اصغر الايقونة بالشكل ده كده واحطها هنا بالشكل ده كده. وبكده كتبت الرسالة اللي انا عاوز اوصلها. محتاج بعد كده يا شباب اكتب بقى الكلام واضيف اللوجو والكلام ده كله. فانا دلوقتي هروح على التحميلات، هضيف لوجو ويب بالشكل ده كده واخليه هنا في الكورنر. وبعدين هضيف بعض الكلام، هاخد الكلام ده كوبي عشان اخده بنفس اللون، اسحبه اضغط عليه بالشكل ده كده واضغط على تكرار واخد الكلام ده كوبي واخده هنا. وبعدين اكتب، طبعا هكتب بالعربي في كل مكان، وبعدين هضغط عليها مرتين واغير نوع الخط واختار نوع خط مناسب، مثلا وليكن نوع الخط ده هيكون مناسب جدا. وبعدين اكبر الكلام واخليه هنا بالشكل ده كده. جميل جدا يا شباب. ممكن اغير الوان هنا اللوجو بتاع وي، هضغط على تعديل وبعدين مثلا اختار شكل من الاشكال اللي هنا، مثلا الشكل ده يكون مناسب. بعد كده هضيف اللوجو الاساسي بتاعي اللي هو ده، هضيفه هنا بالشكل ده كده. طبعا الحاجات دي كلها هتلاقيها في الوصف. وبعدين هضغط على التعديل عشان اغير الالوان بتاعته واديها حيوية شوية. فانا هروح على الضبط هنا كده واغير الالوان بتاعته شوية، مثلا اخليها بالشكل ده كده. وبعدين ده مايل للون البنفسجي، سطوع هزوده شوية، والتباين هزوده شوية برضو، التميز هزوده شويتين عشان يظهر لي اللوجو بتاعي. الظلال هسيبها، نسبة تعادل اللون الأبيض هزودها شوية عشان تظهر لي اللوجو بتاعي، وبرضو اللون الأسود هزوده شوية. بعد كده الحيوية طبعا هزودها للآخر عشان تديني حيوية في الألوان. تشبع اللون هزوده شويتين عشان يظهر لي اللوجو بتاعي زي ما احنا شايفين. بعد كده انت ممكن تغير في ألوان اللوجو من هنا، طبعا احنا مش عاوز نغير فيها، انا عاوز اغير في التشبع أو الدرجة بتاعتها. بعد كده الوضوح ممكن ازوده شوية بالشكل ده كده. جميل جدا جدا كده. اللوجو ظهر معايا زي ما احنا شايفين، كان في الاول باهت تمام زي ما احنا شايفين بالشكل ده كده. اكبره واخليه هنا كده. جميل جدا يا شباب. طيب تعالى بقى نكتب اللي احنا عاوزين نكتبه. نكتب هنا وي اقرب مما تتخيل. انا كده كتبت كلمة وي، فانا هكتب اقرب مما تتخيل. فانا هروح هنا كده وبعدين اضيف نص او اخد النص ده كوبي، اخده كوبي بالشكل ده كده واكتب اقرب، اخليها طبعا في لير لوحدها، وبعدين اخليها هنا كده، وبعدين اعمل نسخة منها تاني من تكرار من هنا واكتب هنا مما واخليها بالشكل ده كده. طبعا هاجي من بين حرف القاف والراء واضغط شيفت جي من الكيبورد عشان اطول المسافة ما بينهم عشان تديني شكل افضل بالشكل ده كده. حتى احط وي في التجويف ده كده. وبعدين مما هنا اخليها برضو في الجزئية ديت، اصغرها كمان شوية. ترتيب الحروف او ترتيب النصوص يا شباب مهم جدا جدا في شكل التصميم بتاعك. فبعد كده احدد جميع الطبقات دي هنا كده اللي هو الثلاث طبقات دول، وبعدين مثلا اخليهم بالشكل ده كده. جميل جدا. بعد كده هكرر الجملة ديت او الكلمة ديت واكتب تتخيل. طبعا هزود المسافة ما بين حرف الخاء وحرف الياء من شيفت جي بالشكل ده كده. وبعدين بقى في المنطقة الفاضية ديت هروح اكتب هنا مثلا في العناصر هكتب واي فاي عشان يديني شكل ايقونة الواي فاي اللي هي بالشكل ده كده. طبعا هاخد الشكل المضيء ده وكمان هي باللون البنفسجي فبيرفكت جدا. هاخدها بالشكل ده كده واصغرها واحطها هنا بالشكل ده كده. جميل جدا جدا جدا. وكده انا كتبت الجملة الدعائية بتاعتي زي ما احنا شايفين، وكده يعتبر التصميم بتاعي الى حد ما جاهز. بعد كده في جملة تانية هتتكتب هنا او زي باراجراف كده هيتكتب هنا كده. جميل جدا يا شباب. زي ما احنا شايفين التصميم بيرفكت جدا جدا جدا، وده كله موجود على كانفا بطريقة سهلة وبسيطة
زي ما احنا شايفين بالشكل ده. وده كان جزء بسيط من اللي انت ممكن تتعلمه في كورس التصميم على كانفا، طبعا اللي موجود على المنصة بتاعتنا، اللي تقدر تشتريه من خلال المنصة او تقدر تشتريه من خلال الدايركت عن طريق الواتساب، وهتلاقي رقم الواتساب في الوصف، وهتلاقي برضو رابط المنصة في الوصف، وهتلاقي رابط فيديو بيشرح لك ازاي تشتري الكورس من خلال المنصة. وبس كده يا شباب، في امان الله.